دونك الحكايه بالنسبه لي انا الحقيقه نحترم القانون برشا، وانا إمم. امراه قانون. دونك بالنسبه لي انا تسرعت، وانا بالنسبه لي انا وخايتي ماهيش بنت اصل هذه راه. Ah bon؟ خاطر اي بيان سور ماهيش بنت اصل، إمم. خاطر مازال ما خرجش الحكم، وهي هزت شلاقاتها وما لقيتها إمم. وبدات تحكي على طلاق وبدات. يا بنيت عمي يصبر حتى لين تخرج معناها شوف القضاء معناها شنو يقول كلمته، نشوفوه مذنب والا لا. خوتي في هاد لا فيديو غادي تشوفوا الاعلاميات خصوصا النساء التونسيات شنو قالوا على القضيه ديال حكيمي اللي قسم الورث مع الام ديالو وخلى الزوجه ديالو للضص. غنشوفوا كيفاش غادي يهضروا على اشرف حكيمي لاعب كره القدم مغربي وكيفاش غيهضروا على الزوجه ديالو. وفي الحقيقه كنتمنى انكم تكملوا لا فيديو لانه مهم باش تعرفوا السيكولوجيه ديال المراه بشكل عام. وخوتي ما تنساوش تخليو لنا واحد جيم لايك وتخليو لينا اشتراك معنا في هذه القناه، ونتمنى لكم فرجه ممتعه. نجموش ما نحكيوش على خبر أشرف حكيمي وزوجته هبة عبوك المحرومة من نص ثروته بعد الطلاق. اكتشفت اللي الثروة متاعو كانت مكتوبة باسم الوالدة. الطلاق علاش صار؟ خاطر اتهموا حكيمي بقضية شنو اغتصاب. جوستومون بقضية مهم. الاغتصاب. دونك زوجته طالبت الطلاق. بعد ما صدر الطلاق اكتشفت زاده طالبت بنص الثروة متاع حكيمي، لكن اكتشفت اللي ثروته الكل مكتوبة باسم الوالدة متاعو. ما زلنا لحد هذه اللحظة ما جاوب حتى حد، لا أشرف حكيمي ولا زوجته هبة عبوك، لكن الصفحات والمواقع داولت الخبر هذايا. منها شفنا على تويتر الجزيرة والعربية هبطوا الخبر هذايا، على فيسبوك ايتي بالعربي هبطت زاد الخبر هذايا، في تونس باج اشتاج ميديا هبطت، لكن قالت ما زلنا ما نعرفوش الخبر صحيح ولا لا. من الناس زاده اللي تفاعلت في تونس بالحكايه هذيا. شفنا سمير الوافي اللي هبط ستاتيو. سمير الوافي ديما حاضر معنا في كل ملح الإيميسيون يغلب على طعام. لي ستاتيو نتاع خاطر سمير. والله يعجبني سمير الوافي، ديما موجود وديما أكتيف يعلق على الديجيتال. اكزاكتومون وديما يتفاعل. سمير الوافي خلينا نحكي لكم ملي قالوا في الاخر. قال اللي البارح حكم القضاء ببراءة حكيمي من الاغتصاب وانتصاره على المؤامرة، لكن انتصاره الأجمل كان على غدر من كان يسميها حبيبته وزوجته وتحمل كل التنمر على فارق السن بينهما، حيث فشلت في الانتقام منه وفشلت في تقاسم ثروته معه، إذ قدم حكيمي لقاضي الطلاق ما يفيد بأن أملاكه كلها باسم حبه الأكبر والأبقى والدته، وكأنه كان يتوقع هذا اليوم وتلك الطعنة، ولم يبقى لهبة عبوك سوى الاحتقار والازدراء والهزيمة. كيدهن عظيم لكن رضاء الوالدين أعظم. دونك خلينا نذكروا اللي أشرف حكيمي يتقاضى مليون أورو في الشهر، ما قديش يعادل هذوما يجيو باللي 3 بالتونسي؟ مليارات ونص 4 مليارات تونسية. وفيرست ماجازين فيرست ماج هي أول واحدة هبطت الخبر، خرجت الخبر هذيا متاع هبة عبوك. دونك شنو رأيكم في الحكاية؟ خلينا ناخذوا صابرة. أنت جوريست، دونك اي بيان سور لي باتاي جوديسيير هذوما انا الحقيقه يخليوني يعجبوني، خاطر لا بالحق فيها الجانب القانوني والجانب المالي والجانب الشخصي، وهكا عندك ما تحكي فيها على الاخر. نتذكروا نحن ديجا الحكايه نتاع جوني ديب وش اسمها هي امبر هيرد طليقته ولا صاحبته اللي هو. دونك الحكايه بالنسبه لي انا الحقيقه نحترم القانون برشا، وانا امراه قانون. دونك بالنسبه لي انا تسرعت، وانا بالنسبه لي انا وخايتي ماهيش بنت اصل هذه راه. خاطر اي بيان سور ماهيش بنت اصل، خاطر مازال ما خرجش الحكم، وهي هزت شلاقاتها وما لقيتها وبدات تحكي على طلاق وبدات. يا بنيت عمي يصبر حتى لين تخرج معناها شوف القضاء معناها شنو يقول كلمته، نشوفوه مذنب والا لا، ومن بعد انت قرر معناها وشوف. خاطر سامحني المشاهير عندهم راهو معناها من لي رومور اللي يخرجوا عليهم، عندهم القضايا اللي يتلفقوا لهم، معناها مش اي انسان عمل جريمه والا ونحن نقولوا له مذنب والا معناها مدعى عليه، حتى اللي بعديك تثبت الجريمه باش نقولوا راهو السيد هذاك متهم معناها ماهوش بريء والا مجرم فوالا. دونك لهنا بالنسبه لي انا تسرعت برشا برشا برشا. اي اما القانون هكا صابره يقول كي يطلقوا زوز المراه تاخو نص. لا كيفاش؟ لا نحن في تونس عندنا قانون الاشتراك في الملكيه نتاع 98 نوفمبر 98. القانون هذا يقول لك انه هو اختياري ساعه قبل كل شيء، نجموا الزوز ازواج يصحوا على القانون هذاك ويقولوا انه كل العقارات اللي يملكوها من بعد
الزواج نتاعهم ينجموا معناها يقسموها ما بيناتهم، ما يدخلش فيها الارث وما تدخلش فيها معناها الفلوس اللي عند الزوج ولا الزوجه اللي يقسموها دونك قبل. انت تشوفها هي بنت قليله اصل وما كرهش تصرفتك انت خضره. انا توا ساعه كاينين نشوف في عبير زغدودي مش في صابره قدامي معناتها تحيه كبيره العبير في الحكايه هذه يشتركوا معناتها مع بعضهم. الكلام اللي قلته كبير صابره على خاطر العظمه ما تقول طق الا ما فيها شق. وهذا اولا. ثانيا هي ما وصلت قضمه قضيه الطلاق على خاطر هما متفرقين قبل حكايه القضيه هذيا معناتها ديجا هما اون سيباراسيون لي معناتها لي حاجات معناتها الله اعلم شنو ما صرحوش بهم ولكن هما راهم الزوز معناتها اون سيباراسيون قبل ما تصير الحكايه هذه. ثالثا هي قدمت قضيه الطلاق لانه فما حاجات صارت ريالمون ما صارتش قضيه الاغتصاب ولكن قضيه الخيانه موجوده. سامحني هاك ساكته دقيقة هاي ساكته هي قبل تكلمت وقت اللي ماهيش ساكته. هي قضيه الاغتصاب ما صارتش اوكي ولكن قضيه الخيانه صارت لانه الطفله كي مشيت للمركز وشكيت فما الابير اللي وصلها لداره موجود. فما حاجات معناتها موثقين دي ميساج دي اس ام اس دي ميساج انستغرام فهي اختارت انه وقتها تاخذ الديسيزيون وتطلق ماهيش هكاكا معناتها مشيت من راسها. ثالثا انك تكتب فلوسك الكل باسم امك وانت ديجا خذيت المراه اللي تحبها وعايش معها وجايب منها صغار لهنا انت ديجا متوقع انت داخله ما تسامحوني في الكلمه ما فما خلينا الحكايه فما سوء نيه انك انت تهرب فلوسك لامك ما عندكش ثقه في المراه اللي انت بتعاشر معاها لهنا انت ماكش قاعد معاها بسوء بنيه طيبه. مانيش نحلوا ديبا عنا تليفون عنا ضيفتنا قاعده تستنى فينا دونك واصل. يا اخي انا نقول هي طالبه ساعه بنصف الثروه تضمن في حق صغارها وهذا من حقها ورد اعتبار لها على خاطر هي تقول انه ينجم بعد الطلاق انه حق صغارها ما يوصلش حق صغارها نص الثوره معناها هو يجري في بساقيه ويعلم به ربي وهي تمشي تهز الملامه واللي ثم ما قدكش تهز الملامه واللي ثم نص الثروه لصغار ومش لها هي راهو هذا رد اعتبار وهي من حقها تطلب اللي تحب راهو انه يعطيها القانون بعد ولا ما يعطيهاش والقضاء ينصفها ولا ما ينصفهاش هذيك حاجه اخرى من حقها تطلب هي من حقها كإنسانة تطلب اللي تحب. هو فما شكون قدم قضية بماكلة ما عجبتوش في مطعم في أمريكا عوضوا له ومازلنا نحكيو ونعاود نذكر اللي نحكيو على حاجة مازلنا ماناش متأكدين منها ما جانا حتى ما فماش دخان من غير لا من أشرف حكيمي ولا من هبة عبوك. أنا أكثر حاجة عجبتني في الفيسبوك وأنا نلوج على الخبر هذايا والله عجبتني تصويرة مكتوب عليها ماما ممكن تديني مصروف علشان خارج مع مبابي معناتها مصورين أشرف حكيمي جوستومون أنا بشوفوها توا على الديجيتال ماما ممكن تديني مصروف علشان خارج مع مبابي معناتها ديما العباد تخلق النكته جوستومون الضحكه في لي سيتواسيون. اشرف حكيمي انا راني قلبي معبي على خضره كيفاش معناها الدافع بشراسه على المراه ندافع على المراه على حد نقول لك حاجه انا راني ايش سامحني بالله كانصر اخاك ظالما او مظلوما ما نحبهاش معناها مش على خاطرها امراه معناها هي نجم ديما 100% ديما مظلومه ليه معناها نحكيو على ردات الفعل في الفيسبوك وفي الانستغرام وسورتو من رجال التوانسه ولاو الحكايه هذيا ها طلعوا جنسيه المراه هذيا اللي عملت هكايا معناتها التوانسه معناتها يحكيو اون جينيرال انه المراه التونسيه ماديه ومعناتها وتتبع وتجري ورا الفلوس واللي خاطرها عملت هكايا خاطرها هي معناتها دوريجين تونيزيان فهمت هذايا توجع على الاخر. هي وقت المراه التونسيه سامحني اون جينيرال كي تجي تفركز تلقاها هي اللي مشاركته في المصروف وفي شريان الدار وفي شريان الكهرباء وفي قرايه الصغار وفي اغلب الحالات في الطبقات اللي الوسطى ولا اللي تحت الوسطى هي تخدم وتسلت وهو شركه قهوه.